السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلبة أولى ثانوي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر عبد الله شرف أستاذ اللغة الإنجليزية. إن شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض مراجعة قوية جدا على يونت 1 و 2 جرامر يونت 1 و 2. بإذن الله نعمل ملخص سريع للجرامر نحكيه مع بعض، وبعد كده نبدأ نحل أسئلة قوية جدا جدا على الجرامر هتلم لك الدنيا وتخليك جاهز بشكل كويس. نتوكل على الله كده ونبدأ الجرامر بتاع يونت 1. جرامر يونت 1 عندكم يا شباب بيتكلم عن الباست سيمبل والباست كونتينوس، زمن الباست سيمبل وزمن الباست كونتينوس. ايه هو الباست سيمبل وايه هو الباست كونتينوس؟ خلينا نبدأ كده مع بعض نحكي واحدة واحدة. الباست سيمبل اللي هو الماضي البسيط ده هو حدث بدأ في الماضي وخلص خلاص، ما عادش ليه اي علاقة بالمضارع. هو حدث بدأ في الماضي وانتهى، ما عادش ليه علاقة بالمضارع. طب والماضي المستمر برضه حدث بدأ في الماضي وانتهى، ما عادش ليه علاقة برضه بالمضارع. طب امال هيبقى الفرق فين؟ الفرق في حاجة واحدة، وهي ان الماضي البسيط هو حدث بدأ في الماضي وخلص خلاص، بس ما قاليش ان هو كان شغال في فترة معينة. هو قال لي ان الحدث ده كان شغال في الماضي وحصل في الماضي وخلص في الماضي وخلاص وانتهى، ما ادانيش اي معلومة تانية عنه. انما الماضي المستمر حدث بدأ في الماضي وانتهى برضه في الماضي، بس اداني فترة محددة قال لي ان الحدث كان شغال فيها، اللي هو معنى كلمة مستمر. هو ده الفرق اللي ما بين الماضي البسيط والماضي المستمر. الماضي البسيط حدث بدأ في الماضي وانتهى، الماضي المستمر هو كمان حدث بدأ في الماضي وانتهى. بس الفرق ان الماضي المستمر بيقول لي ان الحدث كان شغال في المدة دي او الفترة دي او الوقت ده بالظبط، حدد لي وقت بالظبط في الماضي. انما الماضي البسيط هو حدث وانتهى في الماضي وخلاص. امتى بالظبط في الماضي؟ ما قاليش. هو حصل مثلا انا اكلت امبارح، امبارح امتى؟ ما قاليش. انما لو قال لي انا اكلت امبارح الساعة 7، يبقى هو انا كده حدد لي الوقت بالظبط اللي الحدث ده كان مستمر فيه، فده اسمه ماضي مستمر. ده كده الفرق ما بين الماضي البسيط والماضي المستمر. طب تعالى ندخل كده نفهم اكتر عن الماضي البسيط والماضي المستمر ونشوف تكويناتهم ايه بالظبط. اول حاجة عندي هنا وهو الباست سيمبل، الماضي البسيط. بيتكون من ايه الماضي البسيط ده؟ مستر قال لك الماضي البسيط ده يا باشا بيتكون من التصريف التاني للفعل. تاني تصريف للفعل، الفعل بيبقى تصريف تاني، يعني من الاخر كده بنقول عليه verb to، تاني شكل للفعل. اي فعل التصريف التاني بتاعه هو ده الماضي البسيط بتاعه. انت الفعل عندك اصلا بيبقى ليه كام تصريف؟ ليه 3. تصريف اول، تصريف تاني، تصريف تالت. التصريف الاول ده خاص بزمن البريزنت المضارع. طب التصريف التاني خاص بزمن الباست الماضي اللي هو الماضي البسيط. جميل. طب تعالى نكتب جملة كده ونشوف. قالك ان لو جيت قلت لك مثلا كده he watched، خلي بالك انا قلت he watched يعني التصريف نمبر 2، التصريف التاني مع اي فاعل ايا كان الفاعل ده مين ماليش دعوة. he watched TV yesterday، هو اتفرج على التلفزيون. هنا بيقول لي ان هو اتفرج على التلفزيون امبارح. yesterday ديت اللي هي امبارح، ده كده اسمه past simple ماضي بسيط. ليه؟ لان هو قال لي ان الحدث ده حصل امبارح وخلاص، ما قاليش حصل امتى، عشان كده جبت الفعل تصريف تاني. جبت الفعل هنا هو التصريف تاني. طيب دلوقتي انا عايز انفي الفعل ده، عايز اقول ان هو ما اتفرجش. اي زمن بتدرسه يا شباب لازم تعرف عنه 4 حاجات في تكوينه. هو بيتكون من ايه؟ في الاكتف المعلوم، بيتكون من ايه في الباسيف المجهول بتاعه، وبيتكون من ايه في النفي والسؤال. بيبقى عامل ازاي؟ ال4 حاجات دول هم اهم 4 حاجات في التكوين، هو ده التكوين اصلا في اي زمن. فأول حاجة كتبناها هنا وقلناها إن الفعل بيتكون من التصريف التاني، أو الزمن اللي هو الماضي البسيط بيتكون من التصريف التاني. ده كده اللي هو الأكتف فورم، يعني المبني للمعلوم. اللي هو إيه المعلوم ده يعني؟ قالك المعلوم ده اللي هو الجملة بتبدأ بالفاعل، أدي الفاعل أهو في الأول. طالما الجملة بدأت بالفاعل يبقى ده كده أكتف معلوم، فبالتالي الفعل هيجي بعديها تصريف تاني. طب أمال الباسيف اللي هو المجهول، يعني ايه مجهول اصلا؟ كلمة مجهول يعني الجملة بتبدأ بالمفعول، الجملة بتبدأ بالمفعول. طالما الجملة بدأت بالمفعول فده كده باسيف.
طيب فلما اجي ابدا بالمفعول هنا، المفعول فوق اللي هو مين؟ تي في. ما هو اتفرج، واتفرج على ايه؟ اتفرج على التي في، على التلفزيون. حلو، بدات بتي في، هتجيب بعدها ايه؟ قال لك هتجيب بعديها was او where من عندك، وبعد كده هتحط وراها التصريف الثالث. بتجيب was او where بناء على المفعول ده مفرد ولا جمع. لو المفعول ده مفرد بتجيب was، فبالتالي بما ان تي في مفرد فهجيب was. طب لو المفعول ده جمع فهجيب where، واحط بعدها التصريف الثالث من الفعل اللي عندي اللي هو watched. يبقى TV was watched، التلفزيون شوهد. يبقى بالتالي هنا TV ده المفعول، فجبت بعديه was وبعد كده حطيت التصريف الثالث. يبقى اذا الفرق ما بين الاكتف والباسيف ان الاكتف تصريف تاني بس، انما الباسيف هو was aware وبعديه تصريف ثالث. يبقى اي was aware وراه تصريف ثالث ده كده ماضي بسيط مجهول. طب اي تصريف تاني بس ده كده ماضي بسيط معلوم. جميل قوي. طيب تعالى يا باشا ننفي الزمن ده. هو انا بنفي ازاي في الباست سيمبل؟ بنفي ازاي في الماضي البسيط؟ قال لك سهله. في الماضي البسيط لو الجمله ديت اكتف، لو الجمله دي معلوم، فانت بتنفي بحاجه من اتنين، يا اما ب didn't زائد infinitive، didn't والinfinitive، didn't والمصدر، يعني بتحط didn't وتحط بعدها الفعل في المصدر، يا اما never وبعد كده التصريف التاني زي ما هو. يعني الجملة اللي فوق اللي هي he watched TV yesterday، لو أنا عايز أنفيها هنفيها بحاجتين. ممكن أنفيها بطريقتين، يا إما أقول he didn't وأرجع watched لمصدرها فتبقى he didn't watch وأكمل بقية الجملة بتاعتي، يا إما أقول he never، بس never ما بتأثرش على الفعل، يعني الفعل بيفضل زي ما هو تصريف تاني فتبقى he never watched TV. ماشي الكلام؟ يبقى اذا انا هنا لما جيت نفيت يا اما ب didn't وحطيت بعدها infinitive، يا اما ب never وحطيت بعدها التصريف التاني. حلو قوي. طب افرض بقى في نقطة مهمة قوي بتقابلكم بتلخبطكم، اللي هي ايه؟ قال لك دلوقتي في النفي لو انا عندي جملة مثلا بتقول، لو انا عندي جملة بتقول احمد was in London، احمد كان في لندن. حلو. هي احمد was in London، احمد ده كده الفاعل، ده كده السبجكت الفاعل، وحطيت بعديه الفعل اللي هو was، فواز هنا هي هتشوف هتقول was بتاعة المجهول، لا هي بعدها تصريف تالت، لا يبقى اذا was هنا هي main verb، هي الفعل الاساسي. جميل. was ديت بتنتمي لحاجه اسمها verb to be، اللي هي verb to be اللي هو بيتكون من التصريف الاول am is are والتصريف الثاني was or were، احنا يهمنا الماضي اللي هو was or were. فبما ان هنا عندي verb to be قال لك يا باشا verb to be ده هو ملك على الافعال كلها، يعني محدش بيقدر يجي ناحيته. يعني لو انا عايز انفي verb to be فهنفيه هو، فهروح قايل wasn't. طب لو عايز اعمل سؤال، هل لك هتبدا بواز وتحط بعدها الفاعل، يعني هتعمل مقص ما بين واز والفاعل فتروح قايل واز احمد، واز احمد ان لندن، هل احمد كان في لندن؟ ماشي. فهنا لما نفيت wasn't، طب ليه ما قلتش didn't ورجعت was لمصدرها فتبقى didn't be؟ قال لك مفيش حاجه اسمها didn't be في الانجليزي اصلا، لا يوجد في الانجليزي ما يسمى didn't be او اي verb to do بعد be، يعني مفيش حاجه اسمها don't be ولا doesn't be ولا didn't be، ده مش موجود اصلا. خلاص جميل. يبقى اذا انا عرفت لحد دلوقتي هو الاكتف بيتكون من ايه في الزمن، الزمن ده في الاكتف بيبقى عباره عن ايه، في الباسيف بيبقى عباره عن ايه، كمان في النفي بنفي ازاي، والسؤال طبعا السؤال لو انا عايز اعمل سؤال على الجمله اللي فوق اللي هي هي واتشد تي في هتبدا بديد عادي خالص. يبقى في السؤال بتبدا بديد وتحط بعدها الفاعل اللي هي، يبقى did he watch، did he watch TV، هل هو اتفرج على التلفزيون yesterday امبارح؟ هنا did فاعل infinitive فعل في المصدر. طيب لو جالي مثلا سؤال مثلا فبيقول لي space نقط كده he ate
home last night مثلا أو last day. المهم إن ده سؤال. هحط هنا في الأول أحط did ولا أحط verb to be؟ قال لك ببساطة هتبص بعد الفاعل. لو لقيت بعد الفاعل هنا بعد الفاعل على طول، لو لقيت infinitive verb، لو لقيت فعل في المصدر يبقى أنت مع did. طب لو لقيت أي حاجة غير فعل في المصدر يبقى أنت مع verb to be. هنا بص كده هي بعدها infinitive، لا يبقى أنت مع verb to be. هي تاخد was، فاروح قايل was he at home. خلاص؟ يبقى إذا أنا بحط في السؤال في الأول هنا was aware أو did بناء على اللي بعد الفاعل. لو بعد الفاعل infinitive فعل في المصدر يبقى أنت مع verb to do اللي هو did. طب لو مفيش فعل في المصدر يبقى أنت مع verb to be اللي هو هنا في الباست was aware. جميل. كده عرفنا تكوينات الزمن، والزمن بيتكون من إيه؟ طب هو أنا بستخدم الزمن ده إمتى؟ ما إحنا قلنا الزمن ده بستخدمه للتعبير عن حدث في الماضي خلص وانتهى خلاص، ما عادش ليه أي علاقة بالمضارع. حدث حصل في الماضي وانتهى، حدث بدأ في الماضي وانتهى، ما عادش ليه أي علاقة بالمضارع. حدث بدأ في الماضي وانتهى خلاص. جميل. ده أول استخدام. قال لك ليه استخدامات تانية؟ الماضي البسيط ممكن يعبر عن عادة في الماضي لم تعد تحدث الآن. عادة في الماضي ما عادتش بتحصل دلوقتي. أنا كنت متعود ألعب كورة وأنا صغير، فمعنى كده إن أنا ما بلعبش كورة دلوقتي. فأقول لك I played football when I was young. ده معناه إن أنا I don't play football now. ده معناه إن أنا ما بلعبش كورة دلوقتي. يبقى إذا الماضي البسيط بيعبر عن عادة في الماضي ما عادتش بتحصل دلوقتي. جميل. تالت حاجة قال لك إن هو بيعبر عن سرد أحداث، والأحداث ديت 100% فين؟ في الماضي. وخلي بالك الأحداث دي برضه حصلت في الماضي وانتهت. هو الأساس بتاعي إن الماضي البسيط حدث حصل في الماضي وانتهى خلاص، ده الأساس بتاعي. كله بيتكون من كده، أو كله بيتكلم عن كده يعني. خلاص؟ طيب سرد أحداث زي إيه؟ زي ما أجي أقول لك مثلا أنا صحيت إمبارح، صحيت فطرت لبست فنزلت رحت المدرسة روحت نمت. كل الأفعال اللي أنا قلتها في الماضي. ليه؟ لأن الأحداث دي كلها حصلت في الماضي وانتهت خلاص، وما عادش لها أي علاقة بالمضارع خلاص. هي حدثت في الماضي وانتهت. قلت لك أنا صحيت وكلت وشربت ونزلت ورحت المدرسة وروحت ونمت، بعمال بسرد لك قصة، بسرد لك أحداث. ماشي الكلام؟ طيب كمان ممكن أستخدم الماضي البسيط ده في حاجة مهمة أوي. اسمها إيه؟ ركز بقى معايا في دي قوي. اسمها fake past. يعني ايه fake past؟ يعني ماضي مزيف. طب يعني ايه ماضي مزيف؟ قال لك بص، عندك حاجة اسمها ببساطة خالص يا شباب نركز مع بعض. عندك حاجة اسمها I wish، حاجة اسمها I would rather، I'd rather، وعندك حاجة اسمها it's time، وعندك حاجة كمان اسمها suppose. الأربعة دول I wish, I'd rather, it's time, suppose، لو لقيت بعديهم فاعل، خلي بالك أو من فاعل ده لازم يجي بعدهم فاعل. أقول I wish I'd rather he، it's time we، يعني أحط بعديهم فاعل. بعد الفاعل ده بيجي حاجة من اتنين، يا إما ماضي بسيط اللي هو هيبقى تصريف تاني، يا إما ماضي تام. الماضي التام ده اللي هو بيتكون من ايه؟ بيتكون من هاد وتصريف تالت. يبقى هيجي بعد I wish, I'd rather, it's time, suppose فاعل. بعد الفاعل ده بحط ماضي بسيط يا اما ماضي تام. طب امتى ماضي بسيط وامتى ماضي تام؟ قال لك ببساطة خالص، لو لقيت عندك في الجملة حاجة بتدل على الماضي، حاجة بتدل على الماضي يبقى انت مع الماضي التام. طب ما لقيتش حاجة بتدل على الماضي مضارع مثلا يبقى انت مع الماضي البسيط. طب ما تيجي نشوف جملة. لما اجي اقول لك مثلا كده، مثلا I wish I not to London، واجي اقول لك I wish I a to London last year.
الجملة الأولانية بيقول لي I wish، أدي I wish، لقيت بعدها فاعل، كلام جميل. هبص بعديها في أي حاجة عندي بتدل على الماضي؟ لأ. يبقى إذا أنا هنا مع past simple عادي خالص، ماضي بسيط، فأروح قايل I wish I traveled. I wish I traveled، أنا بتمنى لو أسافر لندن. طب هنا I wish حلو، بعدها فاعل أهوت I، ببص بعدها لقيت عندي last، ولاست بتدل على الماضي أصلا، يبقى هنا حاجة بتدل لي على الماضي بستخدم ماضي تاني، فأروح قايل I wish I had traveled. I had traveled، بتمنى لو كنت سافرت. يبقى إذا مع I wish نفس الموضوع ينطبق على I'd rather، it's time، suppose، يعني شيل I wish وحط مكانهم أي حاجة من التلاتة التانيين. لقيت بعديهم فاعل فبتبص بعديها لقيت حاجة بتدل على الماضي، يبقى أنت مع ماضي تام، هات وتصريف تالت. مفيش حاجة بتدل على الماضي، يبقى أنت مع ماضي بسيط. حلو. طب افرض ما لقيتش بعديهم فاعل، قال لك لو مفيش فاعل بعد مين؟ بعد I wish و I'd rather و it's time و suppose. لو مفيش فاعل بنعمل إيه؟ مع I wish و it's time، I wish و it's time، لو مفيش فاعل بتجيب بعديهم to و infinitive، to مصدر. طب افرض منفية فهتبقى not to ومصدر، عادي خالص، هتنفي to مصدر فتبقى not to ومصدر لو منفية. طب امال I'd rather، I'd rather، I'd rather تحط بعديها infinitive مباشرة، فعل في المصدر من غير to، يا اما عايز تنفيه فتبقى not والمصدر، not و infinitive. يبقى اذا I wish و it's time، I wish و it's time لو ما فيش فاعل بحط بعديهم يا اما to infinitive لو انا عايز اقول ان انا بتمنى الفعل ده يحصل، يا اما not to infinitive لو ان هو ما يحصلش. طب I'd rather لو ما فيش فاعل قال لك تجيب infinitive، فعل في المصدر بس من غير to، طب لو منفي يبقى not ومصدر. جميل قوي، دي جزئية مهمة جدا جدا جدا. طيب بعد كده عندك حاجة اسمها used to. ايه used to ديت؟ used to دي ببساطة خالص معناها اعتاد على شيء في الماضي لم يعد يحدث الآن. يعني ايه؟ حاجة كانت بتحصل في الماضي، حاجة كنت متعود عليها في الماضي وما عادتش بتحصل دلوقتي. زي ما اجي اقول لك مثلا هنا مثلا كده، اما اجي اقول لك I used to play tennis. I used to play tennis. طب يعني ايه I used to play tennis؟ يعني انا كنت متعود العب تنس. ده معناه ان I don't play tennis now. او يجي يقول لك but now I don't، يا اما اقول but now I don't يا اما I don't play tennis now دلوقتي. حلو. used to هنا جه بعدها ايه يا عم؟ جه بعدها infinitive verb، فعل في المصدر، يبقى اذا used to يجي بعدها فعل في المصدر. يبقى used to يجي بعدها infinitive verb بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن عادة في الماضي ما عادتش بتحصل دلوقتي. عادة في الماضي ما عادتش بتحصل دلوقتي. طيب لو انا عايز انفي الجملة دي، لو انا عايز انفي used to، عايز اقول انا ما كنتش متعود، هقولها ازاي؟ قال لك ببساطة هتروح عامل used اكنها فعل في الماضي عادي خالص. الفعل اللي في الماضي لما كنا بنيجي بننفيه ب didn't ونرجع الفعل لمصدره، فهتروح قايل I didn't use، هترجعها لمصدرها I didn't use to play. يا اما تقول I never، زي ما قلنا عند طريقتين للنفي I never used، وتسيب used زي ما هي I never used to play. يبقى أول طريقة يا إما تقول didn't و use، يا إما never used، مش never use ولا didn't used، didn't use و never used. تالت طريقة مع used وهي إن أنت ممكن تقول I used not to، لأن لسه قايلين من شوية فوق ان to infinitive نفيها ينفع يبقى not to infinitive، يبقى اقول I used not to play tennis. جميل. طيب في حاجتين محتاجين ان احنا نفرق ما بينهم، اللي هما ايه؟ لما اجي اقول لك مثلا جملتين كده اقول لك he used to play tennis، يعني هو كان متعود يلعب تنس but now، ولكن الآن he space not. واجي اقول لك he used to be active، كان متعود يكون نشيط
يبقى but now، يبقى معنى كده ان هو دلوقتي مش نشيط، يبقى but now he not. حلو. دلوقتي انا الجملة الاولانية عندي بيقول لي but now he ايه، والجملة التانية بيقول لي but now he ايه. طيب هبص على الجملة الأولانية هلاقي إن عندي used to. used to بعدها إيه يا عم؟ بعدها infinitive verb أهو زي ما قلنا. طب هنا used to بعدها برضو infinitive verb. طب أمال هنا أنا هجيب إيه؟ قال لك أنت هتجيب بعد but now، أو سوري بعد but now قال لك هتجيب بعد but now الفعل على حسب used to. لو used to مثبتة يبقى الفعل منفي. طب لو used to منفية يبقى الفعل مثبت. يبقى لأن أنا بقول إيه؟ هو كان متعود يلعب تنس، يبقى دلوقتي ما بيلعبش. طب هو ما كانش متعود، يبقى هو دلوقتي بيلعب. يبقى إذا used to لو مثبتة يبقى بعد but now منفي، لو used to منفية يبقى بعد but now مثبت. طيب هجيب الفعل ده اللي انا هجيبه مثبت او منفي بناء على ايه؟ قال لك انت بتجيب حاجه من اتنين، يا اما فيرب تو دو اللي هو في المضارع هيبقى دو او داز، يا اما فيرب تو بي اللي هو في المضارع هيبقى اما واذا وار. طب ليه في المضارع؟ لان عندي بات ناو، بعد ناو مضارع، قبل ناو ماضي. جميل. طيب بلاي هنا ده فعل فيرب تو بي؟ لا. يبقى اذا انا هجيب يا اما دو يا اما داز، مع هي تبقى داز وعايزها منفيه فتبقى doesn't. طب بص الجمله الثانيه بيقول لي ايه؟ he used to be. ده الفعل اللي بعد used to be، يبقى انا هشتغل بفيرب to be في البريزنت في المضارع مع هي تبقى is، وانا عايزها منفيه عشان عندي فوق used to فتبقى isn't. تاني، لو لقيت بعد used to من الاخر، لو لقيت بعد used to be تبقى تجيب بعد but now يا ام يا is يا ار. طب لو لقيت used to بعدها اي فعل غير بي، اي فعل غير بي، يبقى تجيب بعد بات ناو يا دو يا داز. لو used to مثبته يبقى انت مع don't او doesn't، لو used to منفيه يبقى انت مع do او does. طب هنا used to be يبقى انت هنا بعد بات ناو يا اما ام يا is يا ار. used to مثبته يبقى انت isn't او aren't او am not. لو used to منفيه يبقى انت am او is او are من غير نفي. ماشي الكلام؟ طيب بعد كده قال لك انت ممكن تقول، لو جيت قلت جملة كده وراح قايل لي he was used to playing tennis. he was used to playing، لو خدت بالك هتلاقي ان انا جبت هنا بعد was used to او used to الاول، جبت بعد used to verb plus ing. ليه؟ لان انا حاطط قبل used to verb to be. يبقى انا هطلع من هنا بقاعدة بتقول ان لو لقيت قبل used to verb to be او get او become او grow، لو لقيت قبل used to be او get او become او grow تجيب بعد used to verb plus ing او noun او ضمير. يبقى used to لو لقيت بعدها ing او noun او ضمير، هنا ساعتها لازم يبقى قبلها حاجه من الاربعه دول، يا be يا get يا become يا grow. طب لو used to مفيش قبلها حاجه من دول يبقى بعدها infinitive مصدر، يبقى used to لوحدها بعدها مصدر. طب لو لقيت قبلها حاجه من الاربعه من دول تجيب بعدها ing او noun او ضمير اذا كانت بتعبر عن عاده زي ما احنا ماشيين. لو انا صرفت فيرب تو بي في المضارع فاصبحت عاده في المضارع. طب صرفت فيرب تو بي في الماضي فاصبحت عاده في الماضي. طب انا جبت جيت او جيتس في البريزنت في المضارع يبقى دي عاده في المضارع. طب قلتها جت يبقى دي عاده في الماضي. طب قلت become او becomes يبقى دي عاده في المضارع. طب قلت became يبقى دي عاده في الماضي. طب قلتها grow او grows يبقى دي عاده في البريزنت في المضارع. طب قلتها grew يبقى دي عاده في الماضي. يبقى اذا على حسب تصريف الافعال ده هي بيحدد لي هي عاده في المضارع ولا في الماضي. كده كده ثابت وراهم used to، وبعد كده ing او noun او ضمير. طيب التركه اللي بعد كده بيقول لي ان انا ممكن اروح قايل، احنا بنحاول نستنتج مع بعض القواعد من خلال امثله، وديت تسهل عليك الدنيا اكتر وتخليك تفهم بشكل اسرع. لو قلت لك مثلا the knife is used to cut vegetables مثلا، هنا لقيت ايه ده؟ طب ما انت عندك is used اهو، مش used to هنا قبلها verb to be اهو، يعني انا المفروض اجيب بعدها ing، يعني المفروض اقول cutting مش cut. قال لك بص،
لو لقيت قبل be used to، لو لقيت قبليها غير عاقل، لو لقيت غير عاقل فهتحط بعديها be أو get أو become برضو، بس ساعتها use ده هيجي بعدها حاجة من اتنين، يا إما to وinfinitive يا إما for زائد ing. ده إمتى؟ لو لقيت قبل be used to غير عاقل، لأنها ساعتها هتبقى بمعنى يستخدم، فساعتها used تلاقي بعديها يا to infinitive يا for ing. يبقى تاني عشان ما تلخبطش نفسك، used to لو قبلها verb to be يبقى بعدها ing لو بتعبر عن عادة. يعني معنى كده ان اللي قبل be used to ده هيكون عاقل، لان العاقل هو اللي هيكون متعود. انما لو قبلها غير عاقل فهتجيب لي بعدها to infinitive يا اما for ing. ماشي الكلام؟ طيب كمان ممكن used نفسها تيجي بمعنى مستعمل، تيجي صفة بمعنى مستعمل. لما اقول لك used، لما اجي اقول لك مثلا used cars العربيات المستعملة، هنا used adjective صفة بمعنى مستعمل. ماشي كده؟ طيب طبعا في بقى كمان عندك الكلمات الدالة بقى على الماضي البسيط اللي هي yesterday last week last month a week ago. كلمة ago من الكلمات الدالة على الماضي البسيط. in the ancient times مثلا عندك the other day. خلاص دي كلمة once. when I was young when he was young when فاعل was aware يبقى ده كده ماضي بسيط على طول. طيب ندخل بعد كده على الباست كونتينوس وهو الماضي المستمر. في القلم ده صح ولا ايه؟ الماضي المستمر. ايه هو الماضي المستمر؟ احنا اتفقنا وقلنا ان الماضي المستمر ده، ما علينا، اتفقنا وقلنا ان الماضي المستمر ده هو حدث بدأ في الماضي وانتهى في الماضي، بس متحدد له فترة او وقت معين بالظبط الحدث ده كان بيحصل فيه. يعني اروح قايل لك مثلا كده I was watching TV at 7 yesterday. الساعة 7 امبارح. ما قلتلكش امبارح وخلاص، قلت لك الساعة 7 بالظبط. يبقى هنا على طول was aware و ing. ما هو الماضي المستمر ده بيتكون من was aware بس بتحط بعديهم verb plus ing. عود نفسك دايما أي زمن مستمر بيبقى عبارة عن verb to be وبعديه ing. أي زمن مستمر لازم يبقى فيه verb to be و ing. لو مفيش حاجة من الاتنين يبقى ده مش زمن مستمر. طب بما ان ده بس ماضي فانا هجيب فيرب تو بي في الماضي فتبقى was aware. was مع المفرد ووير مع الجمع. طب افرض انا عايز ابني الجمله للمجهول الباسيف اعمل ايه؟ قال لك هتبدا بالمفعول زي ما احنا عارفين وتحط لي was aware زي ما هي فتي مفرد فتاخد was. والاي ان جي ده الباسيف بتاع الاي ان جي بيبقى being وبعديه تصريف تالت، فالتصريف التالت من watching watched فتبقى TV was being watched. يبقى إذا الباسيف بتاع الماضي المستمر هو was aware being وتصريف تالت، إنما الباسيف بتاع الماضي البسيط was aware وتصريف تالت على طول. يبقى was aware وتصريف تالت ده كده ماضي بسيط. طب was aware being وتصريف تالت ده كده ماضي مستمر. واثبت لك كمان ان انت لازم تجيب في اي زمن مستمر اي ان جي فيرب تو بي واي ان جي عندك بينج، عشان كده حطينا بينج. ادي فيرب تو بي بعدها اي ان جي يبقى ده كده زمن مستمر 100%. كلام جميل. وقلنا ان انا بستخدمه في التعبير عن حدث بدأ في الماضي وانتهى في الماضي بس خلال وقت معين. يعني اجي اقول لك مثلا I was studying all day طول الليل كنت بذاكر. مثلا from 7 to 9 yesterday من الساعة 7 للساعة 9 امبارح فده كده باست كونتينوس يعني الحدث كان شغال في الفترة ديت. ماشي الكلام؟ طيب ايه بقى الموضوع بقى بتاع الماضي المستمر او اللي بيجي في الأسئلة اكتر؟ قال لك دلوقتي انت عندك الماضي المستمر ده بيعبر عن حدثين. لو انا عندي دلوقتي حدثين في الماضي، فانا دلوقتي عندي احتمالين، يا اما الحدثين دول ما قطعوش بعض يعني محدش فيهم جه ناحية التاني الاتنين شغالين مع بعض، يا اما واحد قطع التاني. دلوقتي انا عندي حدثين في الماضي، لو الحدثين ما قطعوش بعض يبقى ما اثروش على بعض فالاتنين بيتحطوا ساعتها في الماضي المستمر. الاتنين يبقوا was aware و ing الاتنين ماضي مستمر. طب افرض عندي واحد قطع التاني، قال لك ببساطة اللي كان شغال
يبقى طبيعي هيبقى هو كان شغال، يعني كان مستمر يبقى ماضي مستمر. طب اللي قطعه هيبقى ماضي بسيط. ازاي يعني؟ مش فاهمين؟ تعال افهمك. لما اجي اقول لك مثلا كده while I was watching TV my sister was eating. أثناء ما أنا كنت بتفرج على التلفزيون أختي كانت بتاكل. أنا كنت بتفرج على التلفزيون وأختي بتاكل، يبقى إذا الحدثين ما أثروش على بعض. أنا بتفرج على التلفزيون وهي بتاكل، فعشان كده حطينا الاتنين ماضي مستمر. ده أهم حاجة عندي. طب لو قلت لك بقى while I was watching TV while I was watching TV أثناء ما أنا كنت بتفرج على التلفزيون، إيه اللي حصل يا عم؟ The light went off. النور قطع. أثناء ما أنا كنت بتفرج على التلفزيون النور قطع. إيه اللي كان بيحصل؟ أنا كنت بتفرج على التلفزيون. طب إيه اللي حصل تاني؟ النور قطع. يبقى معنى كده إن أنا عندي دلوقتي حدث كان شغال، إن أنا كنت بتفرج على التلفزيون فجي واحد تاني قطعه. فبالتالي لما حدث كان شغال ده حطيته في الماضي المستمر كده كده. طب اللي قطعه بيتحط في الماضي البسيط، يعني يبقى تصريف تاني. يبقى إذا دلوقتي أهم حاجة عندي والثوابت اللي عندي إن لو أنا عندي دلوقتي حدثين في الماضي الاتنين ما أثروش على بعض يبقى الاتنين ماضي مستمر. طب واحد قطع التاني يبقى اللي كان شغال ماضي مستمر واللي قطعه ماضي بسيط، وده الاساس بتاعي. اي حاجة تانية هنقولها بقى دلوقتي هي مجرد حاجات بتسهل عليك الدنيا مش اكتر ولا اقل. دلوقتي انت عندك رابط اسمه وايل بيساوي حاجة اسمها as بيساوي حاجة اسمها just as. التلاتة دول بيساووا بعض، وايل واز وجاست as. وعندك كمان when. الأربعة دول ينفع يجي بعدهم الزمنين ماضي مستمر. الاتنين يبقوا ماضي مستمر. ده امتى؟ لو انت مركز، لو الحدثين ما قطعوش بعض يبقى الاتنين ماضي مستمر. طيب قال لك بقى ان while وas وجاست as يجي بعديهم ماضي مستمر والناحية التانية ماضي بسيط لو الحدث ده كان شغال وجه الحدث التاني قطعه. فيبقى اللي كان شغال ماضي مستمر والناحية التانية تبقى ماضي بسيط. طب افرض انا حركت وايل واز وجاست از في النص هنا الاول، بس لو انا حطيتهم في الاول هنا لازم اجيب بين الجملتين كوما. طب لو انا حركتهم وحطيتهم في النص فالرابط بيزق اللي بعده معاه، يبقى وايل واز وجاست از هيزقوا الماضي المستمر بعديهم وقبلهم الماضي البسيط. يبقى لو حركتهم في النص وايل واز وجاست از يجي بعدهم ماضي مستمر وقبليهم ماضي بسيط. جميل. طب امال وين؟ قال لك وين عكسهم، فيجي بعديها ماضي بسيط والناحية التانية ماضي مستمر وما بين الجملتين كوما. طب افرض حركت وين في النص يبقى الماضي البسيط هيروح بعديها والماضي المستمر يجي قبليه. طيب افرض انا يا عم عندي ينفع يجيب بعد وين ماضي مستمر والناحية التانية ماضي بسيط؟ ينفع اجيب بعد وين ماضي مستمر والناحية التانية ماضي بسيط عادي. بس امتى؟ لو انا دلوقتي رتبت الاحداث وقلت ان ده الحدث اللي كان شغال والتاني ده قطعه، يبقى ده الاساس بتاعي. يبقى الاساس بتاعي ان انا برتب الاحداث، مين كان شغال ومين قطعه. الحدث اللي كان شغال ده ماضي مستمر، مكانه فين بقى في الجملة مش قصتي. مكانه خلف الرابط وخلف القاعدة ماليش دعوة، مش مهم. المهم ان اللي كان شغال يتحط ماضي مستمر واللي قطع يتحط ماضي بسيط. جميل. طيب قال لك بقى وين دهيت، وين ممكن يجي بعدها الاتنين ماضي بسيط، الحدثين ماضي بسيط. امتى؟ قال لك لو مفيش فارق زمني. لو مفيش فرق زمني ما بين الحدثين، يعني مجرد ما ده حصل ده حصل، مفيش فاصل زمني، مفيش فرق زمني، مجرد ما ده حصل ده حصل. انا راكب تاكسي، اول ما نزلت من التاكسي اديت للراجل الاجره، فانا ما كنتش عمال بنزل من التاكسي وجيت اديت الاجره قطعه، لا. انا هنا دلوقتي نزلت من التاكسي رحت مديله الاجره،
يبقى اذا ده كده حدثين مفيش فرق زمني ما بينهم، فالاتنين اتحطوا في الماضي البسيط مع when عادي جدا. طيب تعالى لي بقى لوايل، فيها نقطة مهمة أوي. وايل لو مفيش بعدها فاعل، لو مفيش فاعل تحط بعديها فعل مضاف له اي ان جي من غير was aware. يعني وايل يجي بعدها فيرب مضاف له اي ان جي مباشرة، بس في حالة مفيش فاعل. مفيش فاعل بعد وايل، بس في شرط. قال لك هنا لو مفيش فاعل، لو مفيش ايه فاعل، بس بشرط. بشرط ايه بقى يا باشا؟ بشرط ان يكون فاعل الجملتين واحد. وحط تحت واحد دي 100 خط. لازم يبقى فاعل الجملتين واحد. بمعنى لما اجي اقول لك دلوقتي كده while watching، مش عارف ليه انا معلق من بدري على watching TV، هي جايه معايا بكده بصراحه. while watching TV I was eating. هو مين اللي كان بيتفرج على التلفزيون؟ انا. طب مين اللي كان بياكل؟ انا. يبقى اذا فاعل الجملتين هنا كده واحد. طب هنا وايل مفيش بعدها فاعل، فحط بعدها الفعل مضاف له ان جي. طب انت عرفت منين ان انا اللي كنت بتفرج على التلفزيون؟ انت هتقيسها بشكل منطقي على الفعل التاني. لو لقيت الفعل التاني ده ينفع يعمل الفعلين، يبقى اذا هنا كده فاعل الجملتين واحد. طب لقيت ان بشكل منطقي ان الفعلين ما ينفعش الفاعل ده هو اللي يكون بيعمل الفعلين، يبقى اذا ما ينفعش اجيب بعد وايل اي ان جي. بس خلي بالك، انت بتجيب بعد وايل اي ان جي لو معلوم، يعني من الاخر كده بعدها مفعول. طب افرض مجهول، فبتجيب بعد وايل being وتصريف تالت. يبقى وايل ينفع اجيب بعدها اي ان جي او being وتصريف تالت. اي ان جي لو معلوم، being وتصريف تالت لو مجهول. لو باسف، لو مجهول. جميل. طيب طب افرض فعل الجملتين مش واحد، مش هينفع تطبق القاعدة دي بقى خلاص. زي الجملة مثلا اللي فوق، زي الجملة اللي فوق هنا اللي كنا بنقول فيها ان while I was watching TV my sister was eating. هنا اهي while I was watching TV my sister was eating. هنا ما ينفعش اقول ان انا اشيل I، ما ينفعش اقول هنا ان انا اشيل I واروح قايل while watching TV. ده كده غلط. ليه؟ لان الفاعل بتاع watching TV كان انا، والفاعل بتاع الجملة التانية هو my sister. يبقى إذا ما ينفعش هنا أشيل I أو أشيل was وأحط أي إن جي على طول، لأن الفعل بتاع الجملتين مش واحد. ماشي كده؟ طيب بعد كده قال لك إن while ده هو الرابط الوحيد اللي ينفع يجي بعديه حرف جر ومكان. حرف جر ومكان أو وقت. أقول لك مثلا while on holiday، while in Alex. يبقى وايل حرف جر ومكان، يا اما حرف جر ومكان، يا اما فاعل وبعديه was او were فقط. مش مفيش بعدهم اي ان جي. يعني ما اقولش was being were being. مفيش حاجه في الانجليزي اسمها was being ولا were being. خلاص. بس خلي بالك was being او were being ما يكونش بعدهم تصريف تالت، لان لو بعدهم تصريف تالت دي كده مجهول، دي شغاله. انما was being بس were being بس، مفيش حاجه اسمها كده. مفيش بعدهم تصريف تالت. لو بعدهم تصريف تالت فهي شغاله مجهول عادي خالص. ينفع اقول وايل فاعل was aware وبعد كده حرف جر ومكان. حرف جر ومكان او وقت. ما طبعا مش هينفع وقت يعني. وايل فاعل was aware حرف جر ومكان. يبقى لو لقيت بعد وايل نقط وبعد النقط ديت حرف جر ومكان، روح هات فاعل was aware بس. فاعل was aware. طب لقيت بعد النقط حرف جر ومكان او حرف جر ووقت، يبقى تجيب هنا وايل. طيب في عندك بقى رابط اسمه during. during ده هو الرابط الوحيد اللي بيجي بعديه noun اسم. يعني اقول لك مثلا during the match، اثناء الماتش. هنا the match ده noun، يبقى الرابط اللي ينفع استخدمه هنا الوحيد هو during. خلاص. طيب خلي بالك بقى من تركايه مهمه قوي، اللي هي ايه؟ ممكن الفعل المضاف له اي ان جي ده يبقى noun، وممكن يبقى فيرب مضاف له اي ان جي. طب امتى اتعامل معاه ان هو فيرب مضاف له اي ان جي، وامتى اتعامل معاه ان هو نون؟ تعال اما اعرفك. لو قلت لك دلوقتي نقط، لان لو هو فيرب مضاف له اي ان جي هتجيب وايل، انما لو هو نون هتجيب ديورنج. طب انا دلوقتي حطيت سبيس في الاول، بعد كده رحت قايل لك visiting
hours، ورحت حاطط لك هنا سبيس، ورحت قايل لك doing my homework. هنا ده اللي بعد النقط هنا بادئ بفيرب مضاف له، هنا اي ان جي اهوت، صح؟ بدأ باي ان جي، وهنا بدأ باي ان جي برضه. انت جاري هتروح تاخد وايل، قال لك لا خلي بالك هنا visiting هل في بعدها مفعول؟ طب هنا doing هل في بعدها مفعول؟ بص كده على visiting ايه؟ زيارة ايه؟ زيارة الساعات؟ لا، يبقى معنى كده ان hours دي مش المفعول اللي بيقع عليه الفعل اللي هو بتاع visiting، يبقى اذا معنى كده ان ده كله على بعضه noun. طب بص هنا كده doing، لو انا اتعاملت مع doing اللي هي verb بمعنى فعل او يفعل، جميل، فعل ايه؟ my homework، يبقى my homework ده مفعول. فطالما لقيت بعد الفعل اللي مضاف له اي ان جي اللي بعد النقط ده، طالما لقيت بعديه مفعول، يبقى انت هتتعامل معاه ان هو verb مضاف له اي ان جي مش noun. طب لو ما لقيتش بعدها مفعول هنا زي هنا كده visiting hours على بعضها، ساعات العمل، ده كده noun، ساعات العمل نفسها، يبقى هنا هستخدم during، انما في المثال اللي بعده هستخدم while. مع ان الاتنين بادئين باي ان جي، مع ان الاتنين بادئين باي ان جي، خلي بالك عشان ممكن يجي يضحك عليك كمان ويحط لك جمله وتكون بادئه بفعل مضاف له اي ان جي وتبقى جمله. طب انا هقيسها ازاي؟ همشي معاها لحد اول فعل يقابلني. لو قابلك فعل قبل الكوما في الجمله الاولانيه، لو قابلك فعل قبل الكوما يبقى كل اللي قبلها ده فاعل، حتى لو بادئ باي ان جي، طالما فاعل وفعل يبقى دي جمله كده على طول. ماشي الكلام؟ طيب بعد كده عندك حاجه اسمها on دهيت من الروابط، هي اللي بيجي بعدها فيرب مضاف له اي ان جي فقط لا غير. on يجي بعدها اي ان جي على طول. طب بتساوي ايه؟ بتساوي when زائد ماضي بسيط، يعني بتساوي when زائد فاعل وتصريف تاني. بتساوي when زائد فاعل تصريف تاني. عايز تتاكد ان هي when يعني لقيت بعد النقط فعل مضاف له اي ان جي، عايز تتاكد ان هي when، شوف كده حط مكانها when وهات، عايز تتاكد ان هي on حط مكانها when وهات فاعل وحط بعديه تصريف تاني، وشوف المعنى بتاعك مظبوط والقاعده بتاعتك مظبوطه والدنيا ماشيه تمام، يبقى انت كده on صح. طب مش مظبوطه يبقى on هنا غلط، مش هتنفع. يبقى on تساوي when زائد ماضي بسيط، انما on بس يجي بعديها فعل مضاف له اي ان جي. طيب في عندي بقى ثوابت بتقول إن أفعال الحالة لا تأتي في الاستمرار. دي ثوابت لحد ما تخلص دراسة. مفيش فعل ستيتيف بيجي في الاستمرار اللي هي أفعال الحالة. إيه فعل الحالة ده؟ فعل الحالة ده هو الفعل اللي ما بيحصلش فيه مجهود. لما أجي أقول لك دلوقتي أنا أمتلك عربية، هي يمتلك ديت بيحصل فيها مجهود؟ لأ، يبقى إذا دي ما ينفعش تيجي في الاستمرار. يبقى أي فعل ستيتيف، أي فعل حالة ما ينفعش يجي في الاستمرار. طب امال هجيبه فين؟ هجيبه في الماضي البسيط او هجيبه في البسيط منه، بما اني هنا بتكلم في الماضي المستمر فانا هجيبه في الماضي البسيط. طب افرض انا عايزه مضارع مستمر يبقى هجيبه في المضارع البسيط. ده عموما انا بديك حاجه ثوابت. يعني لما اجي اقول لك مثلا كده I had a car، هنا ما ينفعش اقول I was having a car. ايه I was having ديت؟ have هنا ده معناه يمتلك، ما بيجيش في الاستمرار، يعني ما ينفعش يجي was وير بعدها اي ان جي، ما ينفعش يجي فيرب تو بي بعدها اي ان جي. هنا هجيبه في الماضي البسيط منه فاقول اي هاد كار، انا امتلكت عربيه. طب افرض هاف بمعنى يتناول ياكل، هنا بيحصل مجهود، يبقى اذا ينفع تيجي في الاستمرار، ده لو انا عايز اجيبها في الاستمرار هنا. ماشي الكلام؟ طيب ده كده اهم الافكار الموجوده عندك في الماضي البسيط والماضي المستمر. طبعا لو قابلنا افكار تانية هتقابلنا في الحل هيكون شامل معاك ووافي بشكل كبير جدا يعني. طيب لو انت دلوقتي خلصت الفيديو الشرح وتمام معاك، قبل ما تدخل على جزئيه الحل وقف الفيديو وارجع ذاكر الشرح ده مع نفسك تاني وابدا حل، وبعد كده شوف الحل بتاع او فيديو الحل. يعني ما تدخلش على الحل على طول وتتفرج على الحل، انت كده مش هتستفاد حاجه. اهم حاجه توقف دلوقتي وتبدا ان انت تذاكر الجزء اللي احنا قلناه، تذاكر اللي احنا قلناه وتلخصه مع نفسك بطريقتك اللي انت اللي تريحك انت، وبعد كده كمل وحل. هتلاقيني منزل لك الملزمه على جروب التليجرام، وهتلاقيني سايب لك الوصف او سايب لك اللينك في الوصف تحت، في الوصف بتاع الفيديو هتلاقي اللينك بتاع الجروب، هتدخل عليه هتلاقي الملزمه اللي احنا هنحل منها.
ابدأ إن أنت حل فيها وشوف مذاكرتك وشوف الدنيا معاك وصلت لإيه، وبعد كده ابدأ شوف فيديو الحل عشان يبقى أنت كده استفدت بشكل كبير. تمام؟